عمرك سألت نفسك ليه بنغضب؟ يعني إيه اللي بيخلي دمك يفور فجأة وتخرج عن شعورك؟ خليني أقولك ببساطة، الغضب هو رد فعل طبيعي بيحصل لما نحس إن في حاجة مش عادلة أو حد بيهددنا أو بيستفزنا. المخ وقتها بيفرز مواد كيميائية زي الأدرينالين وبيجهز الجسم للدفاع أو الهجوم. لكن المشكلة مش في الغضب نفسه، المشكلة إننا مش دايما بنعرف نتحكم فيه، وده بيخلينا نندم بعد كده. طيب إزاي نتحكم في غضبنا؟ خليني أقولك شوية خطوات بسيطة. أولا، لما تحس إنك بدأت تتنرفز خد نفس عميق ببطء. التنفس العميق بيهدي الجسم والعقل. ثانيا، حاول تخرج من الموقف حتى لو مؤقتا. قول لنفسك أنا محتاج أهدى الأول وبعدين أتكلم. ثالثاً، اسأل نفسك الموضوع يستاهل إني أتعصب كده؟ في أغلب الأحيان الإجابة هتكون لا. رابعاً، جرب تكتب مشاعرك في ورقة أو على موبايلك بدل ما تنفجر في اللي قدامك. وأخيراً، افتكر دايماً إن التحكم في الغضب مش معناه إنك تكبت مشاعرك، لكن معناه إنك تبقى أقوى من انفعالك. لما تقدر تسيطر على غضبك هتلاحظ قد إيه حياتك بقت أهدى وعلاقاتك بقت أحسن. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات جاية عن النفس البشرية ببساطة وبالعامية.